طيب خلينا نفتح برنامج الفوتوشوب علشان نشوف المشكلة بشكل عملي. لو انا فتحت برنامج الفوتوشوب بالشكل ده، وبعد كده هاجي هنا على أداة التكست وهحاول اكتب كتابة باللغة العربي، هلاقي مشكلة زي ما انتم شايفين. الحروف متقطعة وبتيجي من الشمال لليمين مش من اليمين للشمال. طيب ازاي نبدأ نحل المشكلة دي؟ طيب المشكلة ببساطة كانت في الأول إن أنا كنت باجي هنا على برنامج زي ما انتم شايفين، أو على موقع، عفوا على موقع، كنت بكتب الكلمة بالشكل الصحيح وهو بيبدأ يقلبها لي. ادوس على السهم ده هيخرج لي الاوت بوت الكلمة مقلوبة. فبعدين اجي على برنامج الفوتوشوب بكتب له الكلمة مقلوبة فيبدأ هو يعدلها. لو انا جبت هنا بقى كتابة بالعربي او حاجة، فهو بيرجع يقلب لي الكتابة المقلوبة فبترجع تبقى معدولة تاني. طب ازاي احل المشكلة دي بدون ما الجأ الى موقع خارجي؟ طيب خلينا نمسح اللاير دي ونبدأ نيجي هنا على edit، وهننزل تحت شوية هنيجي على preferences ونيجي على type. نفتح type هيطلع لنا النافذة اللي قدامنا. هنيجي هنا على البانل اللي فيها choose text engine option، هنلاقي الديفولت بتاعها Latin and East Asian layout، هنخليه الاختيار التاني ونضغط اوكي ونقفل الفوتوشوب ونرجع نفتحه تاني. طيب دي الواجهة بتاعت الفوتوشوب. هنيجي هنا نفتح مشروع جديد ونقول له ماشي اوكي. طبعا نيجي هنا على أداة الكتابة ونبدأ نكتب الكلمة تانية بالشكل ده، هنلاقي الكتابة فعلا ظبطت وبقت كويسة جدا وكده المشكلة اتحلت. طيب حاجة إضافية، لو أنا بعد ما كتبت الكلمة العربي عايز أغير، طبعا أنا بكتب خلاص هو بيكتب قدامي. طيب لو عايز أكتب أكمل بقى الكتابة إنجليزي جنب الكتابة العربي، هلاقي هو بيكتب الكتابة ناحية اليمين، لا أنا عايزه يكتب الناحية دي، ما تلاقي فيها الدنيا مش مظبوط خالص. عشان احل المشكله دي واضطر اكتب العربي بعدين ابدا اكتب انجليزي وبعدين اكمل عربي تاني، هاجي هنا اعلم كده على الكتابه واجي هنا على الكاركتر ده. لو ما لقيتهاش هنا هاجي هنا على ويندو واختار كاركتر، بيفتحها لي بالشكل ده او بتندرج في القائمه اللي قدامنا دي. ومن كاركتر هاجي هنا على باراجراف اللي هي بقى الاختيار ده لو موجود عندك. هاجي هنا على التلاتة او المنيو ده واجي هنا على ميدل ايسترن فيتشرز، هتلاحظ الاختيارين دول بقوا موجودين قدامك، والاختيارين دول كانوا موجودين اللي شغال على مايكروسوفت وورد او حاجة عارف طبعا الاختيارين ده اللي هي المحاذاة. لو ابتديت اكتب هنا بقى تاني بالعربي، وبعدين عايزك اقلب بقى الكتابة بالانجليزي وابدأ اكمل تاني اشوف بقى هيعمل ايه. اعمل شرطة مثلا كده وابدأ اكتب، هلاقي فعلا بيكتب لي في الاتجاه الصحيح وهكذا. وكده حليت المشكلة اللي كانت مضايقة طبعا الجميع في خطوة بسيطة. وكده بقى لو قفلت الفوتوشوب ورجعت فتحته تاني هي خلاص الكتابة ظبطت بالشكل ده، وكانت طريقة سهلة جدا. لو الحلقة عجبتك ادعمنا بلايك واشتراك في القناة، ويدخل على القناة لو انت محتاج تاخد اي دروس على الفوتوشوب. هنلاقي في مشاكل الفوتوشوب اللي ممكن تقابلك، ودي دروس موجودة لبرامج الفوتوشوب واخدينها واحدة واحدة، وبعد كده هنبدأ ندخل في حلقات أقوى لإعلانات السوشيال ميديا وتصميمات من البداية. خليك معانا، احنا بنطور او واخدين الموضوع سلمة سلمة. للي مش عارف اي حاجة في الفوتوشوب احنا واخدين من البداية ازاي تقص الصور والكتابات، ازاي تعمل كتابة بشكل احترافي زي ما انت شايف كده، ازاي تبدأ تقص وتعمل تأثيرات مختلفة وقص الشعر. اشوفك في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله.